قال أبو العتاهية: لأبكين على نفسي وحق ليه، يا عين لا تبخلي عني بعبرتيه. لأبكين لفقدان الشباب وقد نادى المشيب عن الدنيا برحلتيه. لأبكين على نفسي فيسعدني عين مؤرقة تبكي لفرقتيه. لأبكين على نفسي فيسعدني أهلي ومن كان حولي من أحبتيه. لأبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ووحدتيه. يا بيت بيت الردى يا بيت منقطعي، يا بيت بيت الردى يا بيت غربتيه. يا بيت بيت النوى عن كل ذي ثقة، يا بيت بيت الردى يا بيت وحشتيه. يا نأي منتجعي يا هول مطلعي، يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتيه. يا عين كم عبرة لغير مشكلة إن كنت منتفعا يوما بعبرتيه. يا عين فانهملي إن شئت أو فدعي، أما الزمان فقد أودى بجدتيه. يا كربتي يوم لا جار يبر ولا مولى ينفس إلا الله كربتيه. يوما أقلب فيه شاخصا بصري تميد بي في حياض الموت سكرتيه. إذا تمثل لي كرب السياق وقد قلبت طرفي وقد رددت غصتيه. إذ حث بي علق عال وحشرج في صدري ودارت لكرب الموت مقلتيه. أمسي وأصبح في لهو وفي لعب، ماذا أضيع في يومي وليلتي. إني لألهو وأيامي تنقلني حتى تسد بي الأيام حفرتي. يا نفس ضيعت أيام الشباب وهذا الشيب فاعتبري بالشيب عبرتي. يا نفس ويحك ما الدنيا بباقية فشمري واجعلي في الموت فكرتي. لئن ركنت إلى الدنيا وزينتها لأخرجن من الدنيا بحسرتي. أشكو إلى الله تضييعي ومسكنتي، أشكو إلى الله تقصيري وقسوتي. والله ربي المستعان به، والله ربي به حولي وقوتي. المال ما كان قدامي لآخرتي، ما لم أقدمه من مالي فليس لي.